يعني في هذه اللحظات يدخل الراحل عبد القادر مطاع إلى المسجد لصلاة الجنازة. إنا لله وإنا إليه راجعون. رحم الله الفنان الراحل عبد القادر مطاع. العائلة ديالو سعد في كلمة في حق هذا الدنيا كنا لها غير فرق صعيب. فنان مطاع، كل ما يمكن لي نقول عليه ما غاديش نستوفيه، لأن فنان هرم وأستاذي ويعني رجل طيب وخلوق. الله يرحمه ويرحم جميع المؤمنين. شكرا. اخر لقاء كان معكم، اخر لقاء كان وتلاقينا كثير، غير هو ملي مرضوا هذا ما بقيناش شفناه مع الاسف. ما سمحتش الظروف اننا نشوفوه. والله يدي ما خلق. شكرا. غياب كبير الفنانين، علاش الفنانين اللي مثل معاهم حيت دابا كاين تصوير بزاف هاد الايام، فكاينين عدد الفنانه اللي خدامين وخارج الدار البيضاء. انا براسي كنت عندي تصوير، ولكن اليوم البارح واليوم ما كنتش عندي تصوير، فلهذا انا حضرت، لان ظروف كل واحد الله اللي عالم بها. المهم كل شيء راه قلبوا معاه، وكاع الفنانه كيحبوه. مطاع يعني محبوب الجماهير ومحبوب الفنانين، والله الله يرحمه ويوسع عليه ويرحم جميع المؤمنين. شكرا لكم. نعيمه ما نطولوش عليك، الله يخليك. صافي خويا، خدي صوره باقي لا شويه مصطفى. كما سمعتم مشاهدينا الكرام أن أعداد من الوجوه الفنية ما حضرتش في جنازة المغفور له الراحل عبد القادر مطاع. اللي سمعتوا من التصريح ديال الممثلة اللي كتقول أن بزاف ديال الوجوه الفنية اللي ما حضرتش، ربما لظروف العمل، ربما كان فنان كبير اللي هو عبد القادر مطاع. عبد القادر مطاع الذي اعطى الكثير والكثير. الفنان اللي اشتغل من ايامات الصوره بالابيض والاسود، من اول الاعمال ديالو كانت وشمه، من الناس اللي كان اول صوت اشهاري لا في التلفزيون ولا في الراديو. الساحه الفنيه بكل صراحه مستحيل ان غادي يكون يوم من الايام تعطينا شي شخصيه بحال عبد القادر مطاع. عبد القادر مطاع ما يزيد على شي سنه، ما بقيتش شفتو مباشره، ولكن 85 سنه راه انسان كان فقد البصر ديالو واحد المده من الزمن. ورغم انه كان الايام الاولى اللي فقد فيها البصر بقى كيجي وكيشوف الاخوان في القهوه وكيسول الاخوان ويشارك في بعض التكريمات، ولكن من بعدها اختفى من الساحه بحكم المرض ديالو اللي دوز فيه واحد القسوه. وانا لله وانا اليه راجعون. بارك في راسكم.